أرض القدس الطاهرة رأى الشهيد الرمز ياسر عرفات النور، وفي أزقتها القديمة سارت خطواته، فبقيت القدس في ذاكرته وعقله وقلبه منارة ودليلا للثورة التي قاد مسيرتها حتى بعد رحيله، لأن النهج الذي اختطه الرئيس الشهيد الرمز ما زال في قلوب أبناء فلسطين والأمة العربية والإسلامية جمعاء. الرئيس الراحل رحمه الله كان دائما يدرك الأهمية السياسية والأهمية الدينية لمدينة القدس كونها مدينة السلام، فهو دائما كان يولي القدس لكونه طفل تربى في ربوع القدس وتربى بين أسوار القدس وتربى في البلدة القديمة وحارات وأزقة البلدة القديمة، فكان يدرك أن المعركة الحقيقية هي معركة القدس، فكان دائما داعما للشعب الفلسطيني، داعما للمقدسيين على المستوى الشعبي والجماهيري. مستوى التعليم كان يولي التعليم أولوية مميزة بالقدس، وكان يولي الصحة لأنه يدرك أن الإنسان الفلسطيني هو الأساس. كان أبو عمار يتعامل مع القدس بجوهره وروح حبه للقدس، وليس كوزارة للمالية أو وزارة للصرف. كان كل يعشق القدس، كان يعشق الجبال، يعشق التراب، يعشق المواطنين، يعشق كل ما، وحتى الهواء الفلسطيني. وأنا أتذكر يعني وصيته عندما دفن بتراب القدس، كان هذا هو العشق الأساسي، أنه عشق تراب القدس، فبالتالي كان يتعامل مع القدس كقضية أولوية وقضية جوهرية، وأن القدس هي البوصلة إلى كل العالم العربي والإسلامي والمسيحي. عمار ليس ملك لمدينة معينة أو حتى ليس للشعب الفلسطيني، ملك للأمة العربية والإسلامية، ملك للشرفاء في العالم كله. أبو عمار مرتبط بفلسطين كتير، ولكن اللي شعرته من خلال تعاملي وجلسات معه ارتباطه بالقدس غريب. عملت مع الشهيد أمير القدس فيصل الحسيني، فكانت زياراتنا كتيرة، نقعد نحكي في مواضيع سياسية أو مواضيع عامة. إذا ما ذكرتش القدس 10 مرات أبو عمار يبقى ناسي القدس. نحكي مع الأخ أبو عمار من خلال الأخ فيصل إنه متوجهين لغزة، سيادة الرئيس ما يقولوا على باب العمود جيبوا معكم كعك. صدفت في رمضان، اوعوا تنسوا البرازق ما تجيبوهاش من باب العمود، بيجيبوه من باب حطة. بيعرف حتى البرازق والقطايف بالقدس وين الإشي المميز عنده. فكانت هاي أبو عمار ارتباطه بالقدس. نقعد نحكي، يذكرنا في باب المغاربة، يذكرنا بأيام طفولته، كيف كان ينزل على عين سلوان. فهذا الشخص الغريب شخصية أنا بعرف أنه أكيد مش راح ترجع غيرها. حبه لفلسطين قوي كتير، ولكن القدس أقوى. ولأجل القدس قدم الرئيس الرمز الكثير، ومهما حاولنا أن نحصر ما قدمه فلن نستطيع إجماله، وسنلقي الضوء على بعض ما قدمه الرئيس الراحل للقدس وأهلها وأسوارها. كل ما كان بإمكانياته وكل الإمكانيات التي كانت متاحة أمامه، رغم كل ضيق الفرص التي كانت متاحة للشعب الفلسطيني ورغم الإمكانيات الصعبة، إلا أن الرئيس أبو عمار كان دائما يميز القدس في المنح والمتابعات وفي العطاء المتميز. كان يميز المستشفى ويميز الإنسان الفلسطيني ويميز المرأة التي تريد أن تلد ويميز المرأة التي تريد أن تعالج ابنها. فهو كان صديق المريض، وكان والد الشهيد واليتيم، وكان دائما هو العطوف على القدس. كان دائما يقول أنني أشتري زمنا في القدس، كما كان يقول الشهيد أيضا فيصل الحسيني. فكان الأخ أبو عمار دائما يشتري القدس، كان يريد أن يشتري القدس ويحافظ عليها. فهو دائما كان نصب عينه يضع شيء واحد، أن الطفل هذا الذي إن شاء الله سيرفع العلم فوق مآذن القدس، وكان هو الشبل، الطفلة أو الزهرة أو الشبل هو الذي سيميز القدس. فبالتالي هو كان يرى القدس من عيون أطفالها ومن عيون نسائها، وكان يميزها. كان يعشق ريحة الكعك المقدسي، كان يعشق كل ما هو مقدس، فبالتالي هو كان يميزها ولم يتنازل بشيء عن القدس. فبالتالي هو كان يريد أن يعطي الكثير، لكن الإمكانيات كانت محدودة.
يعني بالنسبة لنا في جمعية الصديق الطيب احنا نفخر انه السيد الرئيس المرحوم الشهيد ياسر عرفات قدم كل الدعم المعنوي في مجال هذا العمل الخاص. نحن بنشتغل مع المدمنين على المخدرات، وهي قضية من القضايا المهمشة في مدينة القدس وفي الوطن الفلسطيني، وكان هو داعم رئيس، أعطى تعميم لكل الأجهزة، أعطى تعميم لكل المسؤولين بالتعامل مع قضية الإنسان المدمن على أنه إنسان مريض يجب أن يوفر له العلاج. يعني هذه القضية لا تقدر بمال، هي قضية معنوية كبيرة تصدر عن رئيس يهتم بشعبه، يهتم بناسه، يهتم بمواطنيه، وخاصة في مدينة القدس التي لها مكان قريب من القلب لدى الرئيس رحمه الله. أنا أذكر عندما قال القدس القدس القدس، قالها أكثر من 4 مرات للحاضرين: أرجوكم لا تنسوا القدس، ركزوا على القدس. عندما قال هذا الشيء كان ردا على كلامي عندما قلت للرئيس أنه لا يوجد اهتمام كافي في مؤسسات وفي مدينة القدس، وكانت الصورة التي تنقل للرئيس صورة أخرى خلال الحصار. سمع ما سمع مني، سمعه بهذه الشفافية، وبالتالي كان تعليقه، وكان غاضبا ومتسامحا في نفس الوقت. يعني هو غاضب على المعلومات التي تصله بشكل غير حقيقي، ومتسامحا أيضا لأن يعني كل الحاضرين هم أبناء، وهم صح من القيادات ومن المسؤولين ولكنهم أبناء، وقال لهم بهذا الحنان وبهذه أيضا التصميم: القدس القدس القدس. شأنه شأن الزعماء العظماء. كان ياسر عرفات قريبا من هموم أبناء شعبه وأوجاعهم، فاتحا ذراعيه على الدوام لتلبية احتياجاتهم، فلم يرد نداء مريض بحاجة لعلاج أو حتى صاحب شكوى بحاجة لمن يستمع إليه. كل كتب العالم وتلفزيونات العالم ما بتقدر تحصر ما قدم ياسر عرفات للشعب الفلسطيني عامة والقدس خاصة. شاكر القواسمي مبعد من مدينة القدس قسريا إلى الأردن في السبعينات، عاش مع الرئيس ياسر عرفات في الأردن فترة، انتقل إلى لبنان. بعد عودة السلطة الفلسطينية أصيب بمرض بالقلب، فكانت العملية خطرة جدا. أعطونا نسبة نجاح من 20 إلى 30% في المدينة الطبية الأردنية.